سلام البنات، واش راكم؟ نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده يا رب. اليوم جبت لكم وصفه لي طارطولات اللي راني معتمدتها كل شهر رمضان نديرها. هكا راح نتنقصوا عليكم شويه تعب وتجبدوا طول ديروا لا كريم. نروحوا لمقادير الوصفه. مقادير الوصفه عندنا 125 غرام زبده، نص كاس تاع سكر رطب، حبه بيض وزوج مغارف كبار تاع زيت، شويه خميره الحلوى. نروحوا لطريقه التحضير. نحطوا السكر كلاصي على الزبده والحبه تاع البيض. شوفوا البنات، انا الزبده جبتها من الفريجيدار، ما درتش حسابي، نتوما جبدوها من قبل. خليوها طريه بهكا تساعدكم اللي ما عندهمش لي الباطيغ، تساعدكم في الخدمه. درت له هنا قرصه ملح، ما تكتروش لتعديل الذوق برك. وشوفوا لهنايا البنات كي عاد جبتها من الفريجيدار وخدمت بها صافي عذبتني، وعلى هذا راح تخلطها بالباطيغ ورجعت لكم. نتوما اللي ما عندهمش الباطيغ روحوا جبدوها من قبل باه تخدموا بها. فوانا انا خلطتها هنا مليح بالباطيغ حتى تجانسوا لي المكونات. ونروح دركا نزيد زوج مغرفات تاع زيت، خلطوا مليح. الزيت يعطيها خفه ويعطيها قرمشه. عندنا زوج مغارف كبار تاع زيت، مغرفه زوج. شوفوا كل ما تحطوا حاجه خلطوا. نزيد نحرك مليح مقادير. فوالا نحركو مليح البنات بالفوي. ونروحو نجيبو مغرفه تاع لافاني. لافاني على بالكم بلي درنا نسمه مليحه في الحلويات تاعنا، وفي نفس الوقت نحينا هذيك الريحه تاع البيض. مغرفه تاع القهوه نحركو مليح. ولا هنا نروحو نجيبو الفارينه نغربلوها بهكا تجينا لي طارطولات تاعنا خفاف. انا نبدا حطيت الكاس الاول حطيته دفعه واحده باسكو الكاس الاول مش حيأثر لنا على العجينه، بصح الكاس الثاني نحطه بشويه باسكو كل عجينه وكيفاه. انا خدمت بلا كلوديف ما نكذبش عليكم، مالفا نجرب بها لي طارطولات ويجيوني ملاح. غربلتها ونجيبو لهنا على راس المغرفه شويه برك تاع الخميره تاع الحلوه، ما تكتروش بهكا ما يجيوناش منفوخين بزاف. فوالا كيما تشوفوا نص مغرفه برك. ولا هنا يجي الدور تاع يدينا نخدموا بيدينا باه نتحسوا العجينه اسكو مازال تتلاصق. ما تخدموش بالفوي باسكو المحاله حد تعرفوا القوام تاع العجينه تاعكم. نخلطوا مليح، نخلطوا ونتكاو ونعبزوا عليه باه نشوفوا اسكو العجينه راهي محتاجه فرينه ولا لا. ولا هنا المقادير تاع الوصفه هذه البنات بالفرينه تاع لاكروديف دات لي زوج كيسان قد تاع الفرينه، زوج كيسان قد قلت لكم. ما تتقيدوش بالفرينه بالمقادير تاع الفرينه ولا السميد، خاطرش كل واحد والسميد تاعو، كل وحده والفرينه تاعها. هذا مكان كيما انا هذه دات لي غير زوج كيسان تاع فرينه. خلطوا مليح. وكي تشوفوا العجينه تلمت وتحسوا بها طريه اغسلوا يديكم باسكو اليد كي تعود مطليه بالعجينه ماشي غتعرفي القوام تاعها تبقى تلصق في يديك. اغسلي يديك مليح. فوالا انا لميت العجينه. شوفوا زوج كيسان تاع فرينه قد دات لي. الناس اللي يخدموا بلا كروديف تدي لكم زوج كيسان بالمقادير اللي عطيتكم. لهنا نغطيوها بالبابي فيلم ونخليوها واحد 3 دقائق ولا هي ما ترتاح، ما تحبش ترتاح بزاف. صافي العجينه هذه تحبي تخدمي بها في الدقيقه هذيك نورمال. غطيها وخليها روحي ديري شغلك. انا كان عندي شغل وعلي بها خليتها ترتاح شويه. ولا هنايا البنات جبت لكم لي مول هادو، انا هادو عندي بزاف وهما عندي عوام. وانا باش نسهل العمليه رحت وزنت هاد الكويرات. الوزن الكوريه وحده 40 غرام. 40 غرام جاتني سواسة مع المول. شوفوا البنات المول هذا المول العجيب هذاك اللي يتنحى صافي انا ما دهنتهمش باسكو يتنحاو فاسيلمون. نطرح العجينه تاعي ونسويو الحراف. ما تخليوش الحراف هكاك مش مدايرين. كيف نقولوا احنا لاصقين في بعضهم باه كي تنحيو العجينه تخرج لكم بسهوله. فوالا هاي ليكم كيف خرجت لي. نروحوا يا البنات نحطوهم في الثلاجة في الكونجيلاتور مدة ساعتين هكا باش تتحصلوا على نتيجة مليحة. فوالا هاملي ليكم لي طارطولات تاعنا بعد ما طابوا. انا كي دخلتهم الفرن بعد 5 دقائق من قبتهم
شوفوا انا نشتي نحمرهم بزياده من الفوق باه نتحصل على هذيك القرمشه. انا اصلا نشتي الحاجه اللي طايبه بزياده، ولا هنا جبت بورتمونجي اللي عندي، ولا تحبوا تخبيو في هاد لي بواط هادو تاع البوليستر ويتباعوا تاع الحلويات وتغطي بالبابي فيلم. اكيد راح تحافظ على النكهه والمذاق تاعها. صدقوني البنات هذه وصفه روعه، وتخرج لكم 14 حبه كيما تشوفوا لي مول تاعي راهم كبار. جربوها ماشي راحين تندموا. انا قسمت لهنا حبه على جالتكم. شوفوا كيف راهي تتقسم فاسيلمون ومقرمشه. المهم البنات، لو كان عجبكم الفيديو ما تنسونيش بجيم وبارطاج للفيديو باش تعمل فائده. الى اللقاء.